الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. مساء الفل عليكم، احلى عيله في الدنيا، اخواتي وولادي منوريني ومكتريني ودايما يا رب مساندني بعد ربنا. بجد انا مبسوطه بكومنتاتكم ومبسوطه بيكم جدا ان انتوا كترتوا عيلتي. ربنا يا رب يخليكم ليا ويجعلكم سند وظهر بعد ربنا. نخش على الفيديو. طيب انا هعمل ورق عنب اهو، هخزنه اهو، ظبطته طبعا عشان ما كترش الفيديو. عينت العروش اللي فيه وظبطته، ومثلا لو واحده وحشه ولا حاجه رميتها. وهوريكم انا عملته ازاي. انا كنت عاملاه السنه اللي فاتت، انا هعمله باسهل طريقه يعني. انا كنت عاملاه السنه اللي فاتت، اقول له فاضل عندي منه، فاضل بطرمانين اهو. اخر بطرمان انا عاملاه النهارده، يعني حاشيه النهارده. هوريهولكوا بقى ازاي، واوريهولكوا ازاي هو بسيط، وازاي عاش معايا السنه الكامله ويقعد اكتر من كده كمان. يلا نخش على الفيديو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، ده بقول لكم بقاله سنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ورق عنب زي الفل. انا عملت اللي هو في الفريزر في الاكياس، وعملت ده انا خلصت اللي في الاكياس، وكنت عامله الاتنين. بس انا السنه اللي فاتت يعني ما عملتش فيديو بيهم اهو. بس صراحه انا يعني حبيت ده اكتر. ده بقى انت بتشطفيه حلو قوي من الملح، لان في ملح كتير. بتحطيه في ميه وتشطفيه حلو قوي، وتغلي ميه وتحطيها عليه بس اهو. سنه كامله وهو كده، ولا جراله عليه حاجه، حتى شرب الميه. ونسيت ازود له ميه، يعني انا كنت بسحب منه ويعني ما زودتلوش. وكذلك البطرمان ده اهو. انا هنا عندي بقى ايه، الكميه كبيره شويه، فانا هعمل في بطرمان واحد. انا مسكت البطرمان ده غسلته وعقمته بميه سخنه، وغليت ميه وركنتها على جنب تبرد. وزي بردك ما عملت الطريقه دي السنه اللي فاتت، هعملها ان شاء الله السنه دي. همسك كده شويه شويه اهو، وهلفهم كده. احاول ان انا ايه، ادوس عليه قوي. انا ما غسلتوش طبعا، انت كده كده هتغسليه من الملح اللي فيه. هتغسليه لما تيجي تعملي، تغسليه زي ما قلت لك هتغلي الميه وتحطيه عليه، ويفضل محتفظ بلونه بقى الذهبي الجميل اللي شفتوه ده. لكن انا بتاع اللي حطيته في الفريزر بصراحه ما كانش عاجبني قوي، ما عجبنيش زي ده، لان انا الطريقه دي بعملها من زمان. ساعات كمان كنت بعملها في جردل بلاستيك، مش شرط ازاز. كنت بعملها في جردل بغطا بلاستيك، ومش شرط يعني يكون بطرمان ازاز. بس احنا بنقول ايه، الازاز اضمن. وتجيبي ورق العنب الحلوه الناعمه دي، وتلحقي تجيبي ورق العنب دلوقتي، لان بعد كده هيطلع الورق العنب اللي هو الخشن بتاع العنب الاحمر، ما بيبقاش حلو. انا جبته ب25 جنيه. قولوا لي بقى عندكم بكام؟ دي وحش اهي. انا والله منقياه كله، بس طبعا ممكن تكون جت سهوه مني يعني اهو. تدوسي عليه قوي. انا الميه اللي غليتها، رتلين ميه غليتهم وخليتهم ايه، بردوا.
بس عشان تبقى متعقمه حطيت فيها كيس ملح وحطيت لها معلقتين سكر كبار. كان المفروض يبقى الملح خشن اللي هو اللي عند العطار ده، اللي هو الملح الرشيدي، لكن ما كانش عندي غير دول. حط شويه كده. هعبي بقى البطرمان بالطريقه دي، واحط بردك بين حبه وحبه شويه ملح زي ما انا حطيت كده، حوالي يعني معلقه، وارجع لكم ان شاء الله تاني. بس البطرمان قوي على اخره اهو. هعبيه بقى بالميه، وزي ما قلت لكم لو لقيته ملح رشيد يكون احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هو الملح الخشن اللي عند العطار. وبعدين البطرمان ده بص عليه ان شاء الله ايه بكره او بعده لقيته ميه منه نقصت، اعمل له ميه بملح واحطها له، يعني ما ادلوش ميه كده لان هو هيشرب الميه. اروح عامله له ميه بملح ومديها له، املى البطرمان بس، وحطيه في اي مكان رطب. يعني طبعا المطبخ بيبقى على طول كله حراره، لا في اي اوضه، تحت السرير، في اي مكان يكون رطب شويه. انا بقول لكم بقاله سنه عندي اهو، ولو قعد اكتر من كده يقعد. حبايبي اهو عبيته. دي كانت بتاعت ورق عنب زي تقيله كده، اللي هي الشبكه دي، حطيتها عليه اهو. وعندي خله، انا كنت هحط معلقه بس ما جاتش، برضك اروح ايه عامله بيها كده، على اساس ان الورق العنب ما يطلعش لفوق وميبقاش طايله الميه. اهو والله فكره حلوه اهو. هوريها لكم دلوقتي بالتليفون كده. على فكره ده مش اخر المجال، انا هجيب تاني ورق عنب لان ده مش هيكفي. بس انا ما عجبنيش النهارده، ما لقيتش الا غير دول عند الست اللي بجيب منها، فهتجيب لي بكره ان شاء الله شويه هعمله، لان احنا بنحبه كلنا. اهو هوريه لكم بقى بالتليفون، وهشقر عليه بكره ان شاء الله. بكره وبعده يعني لازم الميه تبقى مغطياه. لقيته نقص من الميه اعمل ميه بملح. في المنظر اهو مفيش خالص ورق عنب طلع على الوش، الميه هي اللي اهي، الميه اهي. منين ما الاقي الميه كده ناقصه ازودها. ولا حطيت خل ولا حطيت ملح ليمون ولا حطيت اي حاجه. الماده الحافظه هنا السكر. انا عملت الورق العنب ووريته لكم اهو، وعندي بقول لكم بقاله سنه ويقعد كمان اكتر من كده. وعلى فكره شارب ميته، انا كنت بنسى اشقر عليه، يعني كنت باخد منه واعمل ونسيت ان انا اشوفه. بصوا زي الفل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بشكر كل الناس اللي دعمتني على دماغي من فوق، بجد على دماغي. انتوا رفعتوا بجد من روحي المعنويه. الناس اللي من بلدي ومن بره بلدي، داخل مصر وخارج مصر، جميلكم على دماغي. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.